عمرك سألت نفسك ليه العملاء بيوصلوا لحد صفحة التشيك اوت وبعد كده بيختفوا؟ انت فاكر ان المشكلة في السعر، ولكن الموضوع اعمق من كده بكتير. خليني احكي لك قصة بسيطة. مرة كان عندي عميل عنده متجر بيبيع منتجات فاشن وكده. الاعلانات كانت شغالة تمام، بس المفاجأة إن كان 95% من العملاء اللي بيوصلوا لحد صفحة التشيك أوت وبعدها بيهربوا. لما حللنا الموضوع بشكل نفسي لقينا إن واحد، دماغ العميل بتكره الخطوات الكتيرة والصعبة. اتنين، الناس بتخاف من المفاجآت والحاجات الغير متوقعة. تلاتة، إحنا بنصدق أو بنثق في الشيء اللي أكتر الناس أجمعوا عليه إنه كويس وجميل. وبناء على التحليلات دي بدأنا في حل المشكلة كالتالي. خلينا صفحة التشيك اوت بسيطة جدا وسهلة على العميل، وكمان بدل ما كان سعر الشحن 2 اكس خليناه 1 اكس مع زيادة سعر المنتج الأصلي. وكمان وضعنا آراء العملاء في اللاندنج بيج، والنتيجة بقت نسبة إتمام الشراء ارتفعت من 30% ل 85%. بس كده خلصنا. أنا أحمد حمدي، فول ستاك ماركتنج اند ديجيتال ماركتير، وأنصحك إنك تحفظ البوست ده عشان أكيد هتحتاجه.